السلام عليكم ورحمة الله. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، يمكن ما بيخفى على معظمكم، خاصة المثقفين منكم والمفكرين منكم، أن هناك حملة مسعورة على مستوى العالم ضد الإسلام، تتجلى بعض مظاهرها يعني بشعارات براقة لامعة أو شماعات إنجاز التعبير. يوم بيقول طبعا أبرز شيء الآن شغالين عليه بالأيام الماضية يعني اللي هو عما يحصل في مصر على موضوع الحجاب. طبعا أظن أي إنسان استخدم عقله فاهم أنه المقصود الإسلام نفسه، لكن عبر عدة مظاهر، وليس المقصود الحجاب، بحجة إخوان مسلمين، بحجة داعش، بحجة طالبان، كل يوم بيطلعوا بحجة. لكن هم يعني هناك قوى من بعض الليبراليين على بعض العلمانيين على بعض الماسونيين على قصص كثيرة. الخلاصة مش موضوعي الأساسي. أنا موضوعي الآن في هذه الجزئية، ما دام هؤلاء يقومون بحملاتهم المسعورة، طبعا أنا بدي أتجاوز اللي من وراء الحملة ومن كان يؤيدها ومن أصلا في قلبه المرض ويريد الهجوم على الإسلام بحجج واهية. هذول بدي أتجاوزهم الآن، مش موضوعي. موضوعي أنت يا أختي الكريمة اللي أسأل الله أن تكوني بإذن الله ممن يسبقنا إلى الجنة. عم بحكي مع أختي اللي مش محجبة الآن. ممكن يضحكوا عليك بشغلات كثيرة جدا، وأخشى أنك تتأثري أو تصدقي فيلم أو كذبة عم بيروجوا لك إياها. اللي بدي أنبهك منه يا أختي الكريمة، ممكن جدا تكوني مش لابسة الحجاب لأسباب عديدة، منها البيئة اللي أنت فيها، منها ضغط الأهل، منها التربية الاجتماعية اللي بتقول لك وهي خطأ، لكن انه اذا تحجبتي بعدين ما بتنخطبي، كيف العرسان بدهم يشوفوكي؟ اذا رحتي على حفله العرس وانت مغطيه، كيف الشباب بدهم يشوفوكي؟ كيف امهات الشباب بدهم يشوفوكي؟ قد يكون عدم الحجاب سببه شهوة النفس، قد يكون عدم لبس الحجاب سببه ربما ربنا مكرمك بجمال متميز، فبالتالي اعتدتي على نظرات الناس والتغني بجمالك، فبالتالي مش قادرة تكسري شهوة نفسك. في أسباب عديدة، الله أنت أدرى بحالك. بترجاكي ما زلت في المنطقة الرائعة لرحمة الله سبحانه وتعالى، دمعة وتوبة وقرار ورجوع بينتهي كل شيء. ما في يعني زي ما بقول بالإنجليزي اتس نوت ا بيج ديل، يعني مو مشكلة كبيرة. لكن يا اخوات، ما يضحكوا عليكم ويدخلوكم في منطقة خطيرة جدا، انه بيجوا بعضهم الان بوصلوا لمرحلة بدل ما تكون مقرة انها مقصرة، هي مثلا عاملة غلط من وجهة نظر شرعية ضد حق الله سبحانه وتعالى، بيجي الشيطان مع شياطين الانس بوسوسوا لها، بدل ما تعترف بخطأها وتنسحب وتمشي حياتها زي ما بدها، لا، مشان تغطي على نفسها ومشان ما تعترف بانه عندها منطقة ضعف، يقول لك لا، تنكر أصل الفرضية، فبتهاجم القرآن نفسه. بتقول لك الحجاب لم يفرض أصلا وليس واجبا. ديري بالك يا أختي الكريمة، هنا بتكوني دخلت بمنطقة خطيرة، وكأنك الآن على حرب مباشرة مع الله. ما عدت في منطقة التقصير والتوبة والمغفرة، لا، أنت الآن في منطقة الحرب ضد شرع الله سبحانه وتعالى. فالله يكرمك ما يضحكوا عليك. مثل ما مثال آخر هيك بس من باب التوضيح، في ناس كثير وبمئات الآلاف يمكن بيشربوا الخمر، ما بين ساتر على حاله، بيبكي بالليل، يطلب من الله المغفرة، بده يهرب من همومه. بيفرق كثير عن اللي وصل لمرحلة بده يغطي، ما بدوش يعترف انه هو مقصر، بدوش يعترف انه بيشرب الخمر، بدوش يقر انه لما يشرب الخمر بالليل بيتبول على حاله بعيد عنكم. وقف وشو قال؟ قال لك مين قال لك اصلا انه الخمر حرام؟ فعم بيحارب القرآن نفسه، يحارب الله في اوامره. فدير بالك الله يكرمك، ما زلت في منطقة رائعة من الرحمة، ما لم تهاجم الأمر نفسه، فهو أمر قد استتب وثبت بأمر من الله سبحانه وتعالى. الله يا رب إن شاء الله يجعلكم جميعا إن شاء الله من العفيفات الطاهرات المستورات، وتسبقون للجنة ولا تنسونا من دعاكم. وسامحونا إذا شدينا عليكم شوي. السلام عليكم.